يا مساء الفل على الحلوين، صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو. في حسب التوقيت بالليل او الصبح. آه، ان شاء الله كده هعمل معاكم وصفة حلوة النهاردة. اولا صلوا بينا على النبي في الكومنتات كتير. ثانيا لو اول مرة تشرفيني وتشوفي قناتي اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ثانيا اخبطي لك لايك على السريع، اللايك يعني ما بكهربش والله يا جماعة، يعني اللايك دوت هو يعني بحفزني ان انا اصور معاكم. ثالثا بقى ودي الاهم، وصفة حلوة قوي، بسيطة مش مكلفة، بسيطة في المجهود، في المكونات، في كله. هنعمل كباب حلة بس بالفراخ. تمام، وليا فيه تركاية معينة خاصة بيا انا، براءة اختراع كده ليا. تمام. هقول لكم عليها عشان تديكوا طعم مميز لكباب الحلة، وشكل وريحة وطعم بجد لو جربتوها مش هتندموا. اولا نزلت بشوية زيت كده حلوين في الحلة، خليت الفراخ تاخد صدمة كده بسيطة، ونزلت بقى بالبصل مقطعاه جوانح زي ما انتوا شايفين، بصلتين كبار كده محترمين. وبعد كده نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون والسبع بهارات، اي توابل عندك هتنزلي بيها. تمام. دوت برضو على حسب ذوقك. انا حطيت فلفل وحطيت توم، وحطيت طماطم برضو. وهعمل فيها بطاطس، يعني هقطع بطاطسية كبيرة بس مش دلوقتي خالص، يعني لما الفراخ تبتدي ان هي ريحتها تطلع وتنزل الصوص الجميل بتاعها هقطع بطاطسية كبيرة وانزل بيها، عشان احنا بنحب البطاطس جدا بالذات في كباب الحلة، ايا يكن بقى لحمة فراخ. الكبد وقوانص على فكرة، برضو الكبد والقوانص بتبقى تحفة في كباب الحلة، وان شاء الله هعملها معاكم في القناة واجربها علشان الكل يجربها، عشان بجد تحفة في كباب الحلة. تمام كده، ابتدت ان هي بقى ايه، البخار يطلع والريحة ابتدت بقى تطلع، البصل مع التوابل مع الحبشكنات اللي احنا حاطينها دي. اديها بقى تقليبة كده بالسباتولا زي ما انتوا شايفين. بقى عايزة اقول لكم الريحة كانت عالمية بجد، يعني ريحتها كانت حلوة قوي، وخصوصا بقى ان انا مسوياها على نار هادية جدا. يعني شفتوا الشمعة ويمكن اقل من الشمعة كمان. كل ما بتسوي الاكل على نار هادية كل ما كان ريحة وطعم، كل حاجة بتفرق جدا في الريحة وفي الطعم، بجد يعني فرق بين السما والارض. فهنا قطعت قرنين فلفل كده محترمين، معلش الفلفل بتاعي عنده انيميا شوية صغير، بس عامة الفلفل اللي بيبقى صغنن دوت بيبقى بلدي، وانا بحب الحاجة البلدي، بتدي طعم وريحة بتبقى مختلفة عن الفلفل الكبير التاني. فانا عامة بفضل الحاجة البلدي، يعني صغير مش مشكلة، بدل ما احط قرن من الكبير احط 3 4 من الصغيرين، بس يكون بلدي وحلو مش اخد هرمونات ولا اخد اي حاجة. زي ما انتوا شايفين قطعت طماطميتين، وعايزه اقول لكم برضو الطماطم بتدي طعم جميل جدا. وعايزه بقى تعززي النكهه او الصوص اللي بينزل منها، لو عندك بقى معلقه صلصه كبيره كده حلوه، او معلقه هريسه شطايه بقى هتاخدها في حته تانية خالص. بس انا مش قادره احط حاجه حاميه عشان انا حطيت فصين توم برضو، بس مش عارفه الصراحه ما ظهروش ليه، مش عارفه. فبتخلي ريحته حلوه برضو. شايفين بقى يعني بصوا، مش قادرة اتكلم، يعني هنا المنظر بيتحدث عن نفسه. ريحتها كانت تحفة. هنا طبعا ما قلبت تقليبة كده، قلت خلاص هنزل بقى بالبطاطس، بطاطساية واحدة كبيرة تكون كبيرة حلوة كده، ونزلت بيها وابدأ بقى تقليب، وغطي عليها خليها بقى تكمل سوا، عشان بقى هنخش في الخطوة التانية واهم خطوة، الخطوة العالمية اللي هتنقلها من حتة تانية خالص، يعني هتوديها في مكان تاني خالص ان شاء الله. هبدأ بس كده ان انا اغطي عليها لحد لما تستوي. وبفكرك لو ما حطيتيش اللايك اخبطي لك لايك على السريع، اللايك مش بكهرب والله يا جماعه، يعني انا مش عارفه الفيديوهات اللي بنزلها بتجيب مشاهدات ما شاء الله يعني وحلوه، ومفيش لايكات ولا في تفاعل. طب ليه؟ يعني انت شاهدتي الفيديو، اللايك مش هيخسرك حاجه، يعني يمكن هو دعمك ليا هو اللايك.
فاتمنى تدعموني باللايكات والكومنتات علشان الفيديو يترفع معايا. ادي الخطوة بقى اللي بقول لكم عليها. اي صاجة حطيت الصاجة على النار، تمام، نزلت بيها الاول عليها معلقتين كده من الصوص بتاع اللي نازل من الفراخ علشان تبدأ تديني بقى ريحة الشوي، ونزلت بقى بقطع الفراخ كده واحدة واحدة. شوفوا بقى الدخانة اللي طالعة دي، يا سلام بقى، الحوار كله بقى في الدخان اللي طالع ده، يعني الطعم كله بقى في الدخانة اللي طالعة دي. هبدأ ان انا جنب بعض، معلش هي حتة طارت مني بس يعني الحمد لله جبتها. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا بعد الطريقه دي مش هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كباب يعني اكنكم بتاكلوا فراخ مشويه بالظبط، بس بايه، بطريقه ايه، بطعم الكبله، فاهمين؟ اللي هي تكون بقى مكموره في الحله كده مع الصوص اللي بينزل منها والبطاطس، حاجه مختلفه واتمنى تجربوها. بصوا الصوص عامل ازاي، تحفه. وعلى فكره الصوص دوت بيليق اكتر حاجه مع العيش، يعني تغمسوه بعيش كده وطحينه بقى وسلطات جنبه بتبقى تحفه. بس انا عملت جنبه شويه رز كده عادي. انا عامه انا كلت بعيش، كنت عامله جنبها سلطه طحينه، بس الولاد بقى بيحبوا الرز، اكيد انتوا عارفين الولاد بياكلوا اكل، فعملت جنبها كده دقيقه رز صغيره. اهم خطوه بقى غطا حله يكون على قد اللحمه اللي محطوطه يعني او الفراخ اللي محطوطه، وتبداي ان انت تتكي عليه جامد. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كل ما اتك عليه كل ما ياخد اللسعه اكتر، اللسعه اللي هو ياخدها من الصاجه، من الدخان اللي طالع بقى والصوص اللي انا حطيته، فبيديكي طعم الشوي بالظبط. عايزه اقول لكم ان انا بنتي كانت واقفه ساعتها عماله تقول يلا يا ماما يلا يا ماما، من كتر ما كانت الريحه جميله. والله العظيم بجد ما كانوش صابرين لحد لما خلص تصوير. بصوا بقى اللسعه اللي الفراخ خدتها، بصوا اللون. بالله عليكم انتوا تفرقوا بقى دي حتى، يعني دي قلت لكم ان الطريقه دي بعتمدها في الشوي او في كباب الحله زي ما قلت لكم لو انا مستعجله على الشوي. انتوا بقى تخيلوا فرخه كبيره كده، لما بتشووا الفراخ الكامله دي وتحطوا الفرخه وتعملوها بقى على الصاجه كده، تفرقوا بقى حركة الصاجة دي عن الفرن، بجد بتكون أطعم بكتير جدا من الفرن. وإن شاء الله هصورها معاكم في القناة. انا بس بحب ان انا اصور معاكم واديكم افكار علشان يعني اوصل لكم ان مفيش حاجة صعبة، وان انتي لو بأقل الامكانيات ممكن تعملي وتفنني كتير جدا في الاكل. يعني مش شرط ان انتي يكون عندك فرن ان انتي تشوي فيه فراخ، ومش شرط ان انتي يكون عندك الشواية برضو، يعني بأقل الامكانيات هتطلعي احسن حاجة ان شاء الله بإذن الله. هبدأ بقى اسيبها اللي هي تاخد كمان صدمة من الوش التاني، اللسعة البسيطة برضو. على فكرة هي ما خدتش وقت معايا خالص، نص ساعة حرفيا كنت مخلصة الغدا كله، فما خدتش وقت. وعلى فكرة انا ساعات لما كنت بعملها اول ما ابتديت ما كنتش يعني ما كنتش واقفة على الاكل بس، انا كنت بغسل المواعين جنبها، يعني كنت بحط حاجة واكمل مواعين لحد الحمد لله لما خلصت الاكل والمواعين مع بعض. انا بس عايزة اوصل لكم ان هي مش هتاخد معاكم اي وقت خالص، سهلة جدا وبسيطة، مكونات بسيطة، خطوات بسيطة جدا، وما شاء الله بتطلع يعني نتيجة يعني احسن بكتير من ان انتي تحطها في الفرن او تدخليها في كيس حراري، او ان انتي تعمليها بالطريقة العادية يعني. هبدأ بقى ان انا اشيل الفراخ بقى، هي كده خلصت اصلا، بس انا حبيت ان انا اسيبها عشان تاخد الريحة اكتر. هبدأ ان انا انقلها بقى في الحلة زي ما كانت، واديها تقليبة بقى في الصوص اللي نازل منها بالبطاطس علشان البطاطس تاخد نفس الطعم بتاع الفراخ والصوص كمان. وهبدأ ان انا اغطي عليها برضو، هي كده كده الحلة سخنة وكل حاجة اللي فيها لسه سخنة، هغطي عليها عبال ما انا اغرف بقية الاكل، وكده بقى هتكون احلى كباب حلة فراخ تاكلوه في حياتكم. اهم حاجه بس وخطوه مهمه، ما تكتروش البهارات، لان الكتر البهارات ده بيضغى على الطعم، مش بيطلع لك احسن حاجه. يعني اخرك خالص
في البهارات انتي مش تحطي بهارات كتير او مكونات كتير، هو فلفل اسود كمون، السبع بهارات. ما تحطيش بقى بهارات اللي هي الحاجات الخزعبليه اللي احنا بنسمعها اليومين دول، لان كتر البهارات بجد بيضغط على الطعم، ما بيكونش حلو. زي ما انتوا شايفين بقى هديها تقليبتين كده معتبرين في الصوص اللي نازل وشوية البطاطس. واغطي عليها شوية بس دقيقة عقبال ما اجهز الاكل، وهتبقى اللهم بارك على الريحة والطعم. بجد انا ما كنتش انا نفسي مش مستحملة، عايزة اقول لكم الولاد ساعتها كانوا واقفين والله ما كانوا يعني ما كانوش صابرين حتى لما اغرف واصور. شوفوا بقى الجمال والحلاوة، في جمال وحلاوة كده. حد يصدق ان ده كباب حلة؟ اتمنى تعجبكم واتمنى تجربوها. ما تنسوش دي وصفتي انا، براءة اختراع ليا. تمام. كده بقى بعد ما غرفت الاكل، هو انا ما صورتش بقى الرز والحاجات التانية لان انا ركزت على الوصفة بس يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم مش في لايك وكومنت جميل كده زيكم. اللايك ما بيكهربش يا جماعة والله، يخليكم فاكرين. ولو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.